البرنامج هو غنديرو فريق ديال العمل اللي غادي يخدم بشفافيه. هاد الناس اللي معايا غادي يخدموا، ولكن الاداره راه غادي نزيدوا فيها ناس اخرين، غادي نزيدوا فيها ديزيكسبير اللي غادي نخدموا. حنا غنديروا مجلس وطني من اللعابه قدام، من دي تكنيسيون، هما اللي غادي يقلبوا الناخب الوطني، ماشي ماشي خدمتنا حنا تنسيروا، ولكن الخدمه التكنيك ديال المدير التكنيك هو اللي غادي يخدم. غادي ان شاء الله نقوموا بالتكوين لان، ولكن حنا الحمد لله ما عندناش الوقت، لان الوقت دابا 2015 قريب، تعرف بان المغرب غادي نعمل 2015 قريب، ما عندناش الوقت، خصنا نخدموا بسرعه. هذا الشيء، هذا الوقت ديال هذا التاجيل ديال اليوم ديال 15 يوم راه مشى لنا مع عمرنا في 2015، لان حنا الفيدرال الحسنيه هما تما داروا البرنامج، داروا فيه ارقام، حتى حنا درنا برنامج باش نوصلوا هذا البرنامج ان شاء الله الحقيقه. اكيد انا ابرز النقاط ابرز نقاط يعني بعض التمويل المجلس الوطني باش نقاوموا تقديم ماشي حنا مسيرين تنسيق. الراي ديالك في التاجيل ديال الجمعيه العامه التأجيل عادي، هما قالوا ان احنا طعنا في التأجيل باين. محاور ترتكز كلها اساسا على المحاور ديال التكوين بالدرجه الاولى، المنتخبات الوطنيه، البنيه التحتيه والتمويل. هذه المراكز الاساسيه اللي عندما نتكلم عن التكوين نتكلم عن التكوين بصفه شامله، يعني التكوين فيما يتعلق بالقاعده اللي هي الانديه، وما خصناش نخليو مراكز التكوين غير بالنسبه للانديه الصفوه والانديه المحترفه، بل القاعده والاساس، لان جميع اللاعبين الذين يمارسون في فرق الصفوه وفرق الاحتراف كلهم ياتون من الهواة، اغلبهم ياتون من الهواة. اذا التكوين يجب ان نركز على التكوين في فرق الهواة الدرجه الاولى. اما من ناحيه التمويل وهو هناك اشكال عندنا في المغرب، وهو ان مؤسسات عموميه المال العمومي يوزع على فرق دون فرق اخرى. نحن نطالب بان يكون التساوي في توزيع الموارد الماليه العموميه، وفي الباقي فليتنافس المتنافسون. اما فيما يتعلق بالحكمه، لان هذه شيء اخر. الحكمه وهي الرجوع لمقتضى الدستور، وهو ربط المسؤوليه بالمحاسبه. هذا هو الشيء الاساسي، لان جميع الاجهزه وخاصه تقويه اللجان وخلق لجنه مركزيه لمراقبه التسيير المالي للانديه في الشطر الذي يتلقاه من الجامعه. شكرا جزيلا لك. أسباب تأجيل الجمعية العامة؟ أسباب صدرت في محضر رسمي. أعتقد بأن المجموعة ديال الإكرام متماسكة متضامنة مصرة على السير إلى موعد الجمع العام لينعقد في ظروف طبيعية وظروف سليمة. الهدف من وراء التأجيل؟ وأظن بأن التأجيل يراد له أن يؤجل الخوض في العملية الديمقراطية يوم 25. الدواعي طبعا بالطعن في لائحتين وإنزالهما بحكم عملية التنافي، وأعتقد بأن محامي لائحة أكرم سيجتمعون غدا وسيبدون برأيهم في هذا الموضوع. سمعنا بأن هناك أموال طائلة تصرف لتغرير بعض أفراد الإخوة في لائحة أكرم. يجب أن نعتمد على الأدلة لكي نقول مثل هذا الكلام. المهم هو أن لائحة أكرم تصر على أن تكون العملية الديمقراطية مخلقة ومنزهة. كنسمعوا هناك تضامن وتعاطف من طرف الشعب المغربي مع لائحة أكرم. ما السر في هذا التضامن؟ وأنها لأول مرة تريد أن تميز المشهد الوطني المغربي الكروي
بأن هناك احترام للديمقراطية وهناك ممارسة للحق في الطموح لتولي مسؤولية جماعية كروية. السؤال عن الموظفين، قلتي تعطينا اسماء تاع شي موظفين قدماء في الجامعه. بعد أن يجتمع المحامون غدا سندليه بتصريحات في أوانها. شكرا اخ فؤاد.